السلام عليكم. اليوم حبيت نعطيلكم طريقة قص البقلاوة بطريقة جد سهلة واحترافية. هذه سنيوة تاع البقلاوة ما تحرلكش فيها نهائيا. تقسميها على 4، يعني 4 أرباع، ثم كل ربع تقسميه على نص، على زوج. ومن بعد كل نص تاع ربع تبعي برك الخط المستقيم كيما هكا. تبعت الخط المستقيم، نروح للخط المستقيم الثاني من المثلث كيما هكا، ونزيد نتبعو بشكل متوازي. نحصل على كعبات تاع البقلاوة متجانسين ومتساويين، كل كعبة قد أختها. ونواصل بالطريقة هذه، نوصل عند النقطة هذيك تاع الكعبة تاع البقلاوة اللي كنت قصيتها من قبل كيما هكذا، ونكمل نتبع الخط المستقيم تاع المثلث تاعنا. نعم، إليك هذه الوردة الجميلة اللي تحصلي عليها لما تنتهي من قصان تاع البقلاوة. ارشقي وش عندك، اللوز ولا الجوز ولا البيستاش، ولا ما ديريش فيها خلاص، ولا تخدمي وردة بواسطة العجينة تاعها بعدا. الإمكانيات اللي عندك وخلاص. بعدها لما تكملي من هذا الكل تدهنيها باللي عندك سمن ولا الزبدة، شوفي بهذا الشكل، باش كي طيبلك ذهبية ما شاء الله. وإليك النتيجة النهائية، الوردة في النص متحوفة، ولما طيب تجي هايلة ذهبية ما شاء الله. شهيتكم في الجنة، ومن هيك تعرفوا ديروا بقلاوتكم تاع راسكم في المنزل.